السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات متنوعة مع مريا. اليوم إخواني أخواتي غادي نقدم لكم هاد ميني برجر ولا ساندويتشات. نتمنى أخواتي تجربوهم إلى الإعجاب ديالكم. جاو أكثر من رائعين بواحد العجين اللي رائع، القوام ديالهم والخفة ديالهم. إن شاء الله غتتبعوا معايا المقادير مضبوطة بإذن الله، وغادي تجربوهم وغيجيوكم واعرين. نتمنى اخواتي تجربوهم. مهم على بركه الله نمر المقادير. المهم اخواتي عندنا 1 كيلو ديال الدقيق، ضفت الملح، غادي نضيف واحد 2 معالق ديال السكر، غادي نضيف ملعقه تقريبا ونصف ديال خميره الخبز او اقل على حسب يعني الجو. هاد اللي كنت انا هاد الوقيته درتها شويه كان الجو بارد، دابا راه سخن الحال. غادي ندير واحد 70 غرام ديال الزبده، تكون اصل حيواني تكون افضل، كيجي العجين زوين. ما كاينش ديروا د البواطه ماشي مشكل. وغادي نخلطوا نبسوا بعد ديك الزبده في هذاك الدقيق. غادي نضيف الحليب، 2 كيسان ديال الحليب، ونكملوا بالماء دافي، وتا الحليب يكون دافي من الافضل. صافي غادي نخلط معكم كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. هاد البرجر، خبز البرجر كيجي خفيف وكيجي هشيش وكيجي اكثر من رائع. غير جربوه بهذه الطريقه اللي غادي نخدمها معكم وغادي تشوفوا القوام ديالو. نتوما كتشوفوا معايا من بعد ما دخلت هذاك الزبده في هذاك الاخر، غادي نضيف الكاس الاول ديال الحليب والكاس الثاني 2 كيسان ديال الحليب، عبروا بكيسان العنبه. صافي وغادي نكملوا بالماء عادي. غادي نعجنوا القوام ديالنا، نعجنوا العجين ديالنا. هنا ضفت انايا الحليب الكاس الثاني. صافي وغادي نكمل بالماء. هاد الحليب حتى هو كيعطيها فوليم وكيعطيها الهشاشه. صافي هنا كنكمل بالماء كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. هذيك الزبده كتعطي هذاك القوام طري، كتجي زوينه وكتجي هشيشه. صراحه كتجي زوينه هاد خبز البرجر او ساندويتشات كيما بغيتو ديروا، لا بغيتو ديروها طويله، بغيتو ديروها يعني كيما بغيتو ديروا له. كيجي زوين هاد الخبز هذا. صافي كما كتشوفوا معايا انا كنجمع العجين بهذا الشكل هذا. صافي غادي نعطي شويه دليك ضروري. هانتوما كتشوفوا معايا القوام ديال العجين يعني راه كيكون طري وفي نفس الوقت قابض في راسو. صافي غنحطو على سطح العمل وغندلكو شويه، ندلكو شويه باش كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نحطو نخليه يختمر. شفتوا القوام كيفاش داير العجين؟ راه طري ضروري باش يجينا ناجح. صافي غطيته من بعد ما اختمر. شوفوا الحجم ديالو، الضاعف الحجم ديالو. صافي دابا نخويه من هذاك الهواء اللي فيه. صافي وغادي نشكلو على شكل كويرات. غادي نقسمو كما كتشوفوا معايا وغادي نكورو. راه طري واحد الدرجه كبيره باش كيجي زوين، صراحه كيجي ناجح. هنا كنعبرو. بالنسبه لهنا الكرات غادي نديرهم تقريبا وزن 38، يعني ما كيجيوش صغار وما كيجيوش كبار بزاف، وعاد راهم ضاعف الحجم ديالهم. انا راه كبروا جاوني، يعني كنت عليا ندير اقل. المهم ديروا نتوما 38 وشوفوا كيجيوكم، راه يجيوكم زويونين ويجيوكم في الاخر. هذا الخبز هذا خبز الماني،
انا فقط ما درتلوش هذيك الطريقه اللي هما كيديروها في بحال اللي كيدوزوه في الماء طايب والصوجه في الطنجره. انا فقط دهنت له وجهه بالماء، هانتوما كيما غتشوفوا معايا. صافي غادي نقسم العجين كيما كتشوفوا معايا، تقريبا غنوزنهم هذيك الساعات كل وحده 38 حتى ل 35. صافي وغادي نشوفوا العجين شحال طري معايا. كان بالاستعانه شويه ديال الدقيق وكنكور، راه شي شويه قابط راسو في نص رطاب وطري. المهم اخواتي غادي نبقى نكور العجين بهذا الشكل هذا كيما كتشوفوا معايا، وغادي نسالي الكميه اللي عندي كامله وغادي ندخلهم للفران. تشوفوا بعدا تنحطهم في اللاطه، تشوفوا معايا كل مرحله بمرحله. غادي ندوزهم في هكايا في شي شويه دقيق كنستعين به باش ما يلصقوليش في سطح العمل. صراحه واخا خفافين ورطبين راهم ما كيلصقوا لياش، كندير غير شويه ديال الدقيق. صافي حتى غنسالي هذيك الكميه اللي عندي كامله وغادي ندخلهم للفران. بعد خلاص ما غادي يخمروا غادي نصيب لهم بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، راه الصوره واضحه. غادي عاد نخليهم يخمروا شويه، صافي غير شويه حيت راهم صافي ما كيطلبوش الوقت الخماره، صافي راه كيكونوا خمروا. وغادي ندخلهم للفران. بعدا ندهن لهم وجههم بالماء كما غتشوفوا معايا انايا، بحيث ما دوزهمش في الكوكوط. بالنسبه لهذا الخبز هذا كاين اللي كيدوزوا في كيديروا في الماء، كيطيبوا في الماء وبيكربونات الصودا وعاد كيدخلوا الفران. انا غير دهنت له وجهه بالماء ودخلته للفران وحطيت واحد الزلافه في الفران وهذا وخليتها صافي وسديت عليه وخليته يطيب. هانتوما كندهن له وجهه بالماء وغادي ندير له جنجلان ابيض، زينوا باللي بغيتوا اللي عندكم. صافي وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش جا من بعد ما طاب. هاد العجين كيجي رائع. اذا بغيتي ديروا هذيك الخطوه ديال الكوكوط مع الصودا ديروها بيكربونات الصودا، وكنديروا معها حجوج معالق ديال بيكربونات الصودا مع تقريبا شي طرود الماء، وكنخليوه يغلي وكنحطهم فيهم نخليهم واحد 5 دقائق ولا 3 دقائق ونحيدوا كل خبزه ونحطوها في الاخر. ما بغيتوش ديروا هذه الخطوه ديروا بحالي، غير دهنوا لهم وجههم بالماء راهم كيجيو خفافين حتى داك الماء كيعطيهم طراوه. صافي بلا ما ديروا ديك المرحله. صافي من بعد ما زينتهم غادي ندخلهم الفران وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. نتمنى اخواتي تجربوهم ان الاعجاب ديالكم. المهم غادي نوريكم شنو درت فيهم. يمكن لكم ديروا مثلا شي صوص لا كتعجبكم ماشي مشكل، ولا دهنوهم واللي بغيتوا نتوما. انا فقط درت الخس، درت مطيشه ودرت الكفته صافي، ودرت داك الفرماج وغادي نغطي عليهم. هذاك الفرماج راني وقيله قسمتها لان كبيره وحيت هذه صغيره، واخا تبان لكم كبيره راها صغيره. صافي هذا هو الشكل ديالها. نتمنى اخواتي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.